انا شايف ان في تطور شويه في الحته بتاعه التعليم. في جاب كبيره دلوقتي ما بين المنظومه التعليميه والتطور التكنولوجي اللي بيحصل. هل الذكاء الصناعي ممكن يلعب دور في حاجه زي دي، في توعيه الناس ان هم يغيروا طريقه فكرهم، في ان هو بدل ما يدخل طب وهندسه وصيدله والحاجات اللي مجاميعها عاليه، هل الذكاء الصناعي ممكن يأثر في ده؟ زمان لما كنا بنقعد في رمضان، مم. جيلي انا كان بيبقى مش عنده شغف رهيب جدا لاعلانات التلفزيون، اعلانات التلفزيون. واعلانات الشوارع دي كانت حاجه رهيبه، يعني حاجه جديده بالنسبه لي. مم. فلما جيت اشتغل في المجال ده، لما كنت حبيته وعملت شركات مم. وعملتها بسرعه وكبرت جدا، وعندي 7 شركات ما شاء الله. في مجال الاعلانات تحديدا، مم. وخدوا مساحه كبيره من مصر، وعملت حاجه عشان انا حابب المجال وحابب اطور فيه. مم. وكنت بدرس بقى ساعتها خلاص ماجستير الاداره، واتعلمت يعني ايه اعلان والفكره كده، فبقى ده وده مم. فساعدني ان انا انطلق بسرعه اكبر الحقيقه. مم. ولكن اللي نقدر نقوله في الاي اي بقى اللي احنا كنا بنعمله مم. لحد من سنتين بس. مم. يعني أنا عشان اصور اعلان 30 ثانيه كان ممكن اصور فيه 30 يوم مثلا. مم. النهارده انت عشان تعمل اعلان 30 ثانيه بتعمله في 30 ثانيه، وتديله الفكره وهو يخلصها. مم. يعني هذا المجال اللي سيادتك بتتكلم فيه، اذا تم استغلاله استغلال امثل مم. هيوفر لنا عمر كبير قوي. يعني مم. ممكن الشباب دول اللي عايشين دلوقتي عمرهم اطول مننا بكتير، حتى لو عاشوا في الحقيقه عمر اقل يقدروا يحققوا فيه مكتسبات اكتر. ولكن فكره الاستخدام العادل، الاستخدام المنضبط، مم. الاستخدام للمصلحه. لان انت بتشوف على التيك توك ومش عارف ايه ناس عماله تغني وترقص مم. ما فيش اي حاجه منتجه، ما فيش اي حاجه، ما فيش حتى كلمه حلوه لحد ما يطلعش حد يقول لك بس صباح الخير بشكل لطيف والنهارده نشد حيلنا ونعمل حاجه. ما بتلاقيش حتى الامثال حتى الشعبيه نسيناها، ما حدش بيقولها. مم. فالحكم والامثال والكلام ده ونقدر نقول يعني احنا كوطن عربي بالذات عنده فكره العادات والتقاليد ضاعت. مم. نحييها بقى، عندنا فرصه نحيي الكلام ده بسهوله. يعني زي ما انت اتفضلت وقلت الاي اي، لا الاي اي ده ممكن يعمل ثوره كبيره جدا ويوفر حاجات كتيره جدا على الشباب